ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والدعوات. ها نحن عدنا مع القرآن، جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. ونذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي رواه عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كما نذكركم أيها السادة المشاهدين في كل مكان بأننا نستقبل تلاواتكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا طيلة مدة البرنامج، أو على شبكة التواصل الاجتماعي في حسابات شبكة سلام الفضائية. كنا قد تكلمنا في الحلقات السابقة عن تفسير سورة البلد، وحديثنا في الشق الأول طيلة البرنامج يتناول عن التفسير مبسط وذكر لبعض وشرح لبعض مفردات وغريب القرآن في جزء عامة. وأما الشق الثاني من البرنامج فهو تحسين تلاوة وذكر أحكام التجويد في جزء تبارك. ها نحن بدأنا في سورة الشمس بعد سورة البلد، سورة الشمس، وهي سورة مكية ابتدأها ربنا سبحانه وتعالى بالقسم. قال ربنا عز وجل: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ذكر ربنا سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة بأنه أقسم سبحانه وتعالى على عدة أقسام، ولا يقسم سبحانه وتعالى إلا على عظيم. فأقسم ربنا بالشمس، وهي الكائن المخلوق الذي خلقه الله عز وجل سبحانه وتعالى لحكمة علم من علمها وجهل من جهلها، وحكمته سبحانه وتعالى قد تتجلى لنا سبحانه وتعالى في نعمه. فالله عز وجل أنعم علينا بالشمس، ويتبع هذا الشمس نورها وضوءها فيصبح نهارا. والله عز وجل سن في هذا الوقت وهو وقت النهار سن عبادات وطاعات. كذلك من حكمته سبحانه وتعالى أنه سن في هذا الوقت وهو وقت النهار المعاش، وجعلنا النهار معاشا، فهو معاش بني آدم يسعون فيه لطلب رزقهم ويمشون في مناكب هذه الأرض، والأرض مضاءة بنوره سبحانه وتعالى، بنور هذا الكائن الذي خلقه سبحانه وتعالى، الجرم السماوي وهو الشمس. قال: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. والقمر جرم سماوي وكائن خلقه الله عز وجل. والقمر إذا تلاها، والقمر إذا تلاها جرم سماوي خلقه سبحانه وتعالى ليعقب الجرم السماوي الذي خلقه وهو الشمس، فهما يتعاقبان بالليل والنهار. فالشمس تخرج في النهار لطلب الناس وليقتاتون الناس في معاشهم،
وأما القمر فهو وقت شرعه الله عز وجل وسن فيه من سننه، وهو النوم والراحة والدعة والطمأنينة والسكينة، وهو وقت الليل. قال ربنا: وجعل الليل لباسا، وجعلنا الليل لباسا، أي لباس يحف بني آدم بالسكينة والوقار والهدوء والطمأنينة في هذا الوقت. وقد شرع الله عز وجل في هذا الوقت، وهو أعني الليل، عبادات وطاعات. من الفرائض التي شرعها الله في وقت الليل صلاة المغرب وصلاة العشاء. وأما في ضوء النهار فشرعت صلاة الفجر، فشرعت صلاة الظهر وصلاة العصر. وأما وقت الليل فشرعت صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. كذلك قيام الليل وما يتبعه من مواسم وطاعات. والله سبحانه وتعالى من رحمته ومن كرمه أنه جعل الليل والنهار يتعاقبان. أفرأيتم إن جعل الله لكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، أي دائما، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ قال وبعدها: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. فالله عز وجل قد أتحف بني آدم وقد خصهم سبحانه وتعالى كل بني آدم بنعمة الليل ونعمة النهار. قال ربنا عز وجل: والنهار إذا جلاها. والنهار إذا جلاها أي أوضح الأرض وأبان الأرض بنور هذه الشمس. والليل إذا يغشاها أي يغشى الليل بظلامه الدامس على هذه الأرض البسيطة. قال ربنا: والسماء وما بناها. السماء التي خلقها الله عز وجل في أيام سبحانه وتعالى، مخلوق عظيم خلقه الله عز وجل من خلقه سبحانه وتعالى، وهي السماء. والسماء وما بناها. من يستطيع أن يبني للسماء أعمدة؟ من يستطيع أن يصل إلى أعلى نقطة في السماء؟ لا أحد. الله عز وجل مستو فوق العرش. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر سبحانه وتعالى. وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين عرشه سبحانه وتعالى مسيرة 500 عام. فسبحانه وتعالى هو الكريم، هو الخالق، هو الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. قال ربنا بعد السماء: والأرض وما طحاها. هذه الأرض التي بسطها الله عز وجل وخلقها لبني آدم ومهدها وجعلها فراشا لماذا؟ ليعبدوه سبحانه وتعالى ويستخلف في هذه الأرض بما شرعه سبحانه وتعالى. والأرض وما طحاها. هذه الأرض التي خلق الله فيها الجبال والبحار وشق فيها الأنهار، وخلق من كل شيء زوجين، وخلق من كل شيء سبحانه وتعالى لبني آدم ليعمروها بما أراده الله سبحانه وتعالى. وبعد هذا القسم قال: ونفس وما سواها. أقسم ربنا عز وجل بهذه النفس البشرية التي لا يعلم كنهها وسرها إلا هو سبحانه وتعالى. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لا يعلم سرها وكنها إلا هو سبحانه وتعالى.
يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ولا يعلم بما تخفي هذه النفس وما تخفيه هذه الأعين التي في هذا الكائن العجيب وهو النفس إلا هو سبحانه وتعالى. قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أي الله عز وجل ألهم هذه النفس وهداها إلى النجدين. وقد تكلم سبحانه وتعالى في السورة التي قبلها وهي سورة البلد قال وهديناه النجدين، وهنا قال فألهمها أي هداها ودلها إلى طريقي الخير والشر كل نفس، فألهمها فجورها وتقواها أي طريقي الخير وطريق الشر، طريق الفجور وطريق التقوى، وأنت الذي تختار، والله هو الهادي إلى سواء السبيل. قال ربنا سبحانه وتعالى بعد جواب القسم قد أفلح من زكاها، أي قد أفلح وفاز، قد أفلح وفاز من زكى نفسه، أي من عمر نفسه بالطاعات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أولا بدين الإسلام الخالص له سبحانه وتعالى، والإخلاص له سبحانه وتعالى، وكثرة التقرب إليه بالنوافل والطاعات على صواب وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قد أفلح من زكاها، هو الفائز، هو الذي ينال الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. وقد خاب من دساها، أي خسر من دسى نفسه، أي من وضعها في الأرض. والله عز وجل عبر عن المعاصي التي تصيب الإنسان بأنه تنزله إلى الأرض، وكأن الطاعات وهي كذلك ترفعه إلى من؟ ترفعه إلى السماء، كما قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وكأن النفس التي تصيب الطاعات ترتفع إلى فطرتها السليمة وهي السماء، وهي السماء. كل الطاعات إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من عمل صالحا فهو أقرب إلى السماء، ومن عمل من الذنوب والمعاصي فقد خاب وخسر ونزل وهبط إلى مستوى الأرض. قال ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك يذكرنا بقوم وهم قوم نبينا صالح عليه السلام، وهم قوم ثمود. قال ربنا سبحانه وتعالى كذبت ثمود بطغواها، أي بطغيانها، والطغيان هو مجاوزة الحد في العصيان. إذ انبعث أشقاها، أي قام نفر منهم، قام شخص واحد فرد وهو قدار بن سالف عليه من الله ما يستحق، قام وبادر إلى ناقة الله سبحانه وتعالى التي كانت لنبينا صالح، فعقرها فذبحها، فقال لهم رسول الله ونبينا صالح يصيح فيهم هذه ناقة الله لا تمسوها بسوء. وقام هذا أشقى القوم وهو قدار بن سالف، قام فعقرها أي ذبحها فكذبوه. في هذا حكمة سبحانه وتعالى ذكر الله عز وجل، إشارة لطيفة ذكر الله عز وجل. كان مع هذا الشقي وهو قدار بن سالف كان معه 9 رهط يفسدون في الأرض، كان معه 9، والذي بادر من 9 الرهط إلى ذبح الناقة هو واحد وهو قدار بن سالف. والله سبحانه وتعالى عذب القوم كلهم وليس 9 وليس شقي القوم هو قدار فقط، لكنه الله عز وجل عاقب قوم ثمود. لماذا؟ لعدله سبحانه وتعالى أولا، وثانيا لرضا القوم
بما فعله هذا الشقي وتكذيبهم لنبينا صالح عليه السلام. قال ربنا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، أي فعاقبهم الله عز وجل سبحانه وتعالى بعذاب وعقاب، ولا يخاف ربنا سبحانه وتعالى عقبى هذا العقاب. هذه كانت سورة الشمس. والسورة التي تليها وهي سورة مكية، كذلك سورة الشمس تسمى بسورة الشمس، وكذلك تسمى بسورة والشمس وضحاها. كذلك نشرع في سورة الليل وهي مكية وتسمى سورة الليل، وتسمى سورة والليل إذا يغشى. افتتح ربنا عز وجل بوقت الليل، والليل إذا يغشى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، أي الليل لما يغشى هذه الأرض والبسيطة بظلامه الدامس، والنهار إذا تجلى إذا وضح وانكشف وأنار هذه الأرض والبسيطة. وما خلق الذكر والأنثى، أي الله عز وجل خلق الذكر والأنثى من كل شيء سبحانه وتعالى. قال ربنا إن سعيكم لشتى، أي إن يا بني آدم نياتكم وأعمالكم كلها شتى، أي مختلفة. فالله عز وجل بعد ذلك أبان الفريقين في إن سعيكم، أي سعي بني آدم هو المحمود. قال ربنا عز وجل شرح بعد ذلك، قال سبحانه عز وجل قال فأما من أعطى أي أنفق، واتقى أي التقوى وهي عمل قلبي ويتبعه عمل بالجوارح. قال ربنا عز وجل وصدق بالحسنى، صدق بالحسنى، صدق بما أمر الله عز وجل، وصدق بما زجر الله عز وجل عنه، وصدق بما أخبر الله عز وجل عنه. وصدق بالحسنى ما هي جزاته؟ قال فسنيسره لليسرى، اليسرى في كل شيء. اللهم يسر لنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، هذا قول دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم. التيسير، والتيسير لا يكون بيد الخلق، لكنه بيد رب الخلق سبحانه وتعالى، تيسير وتدبير منه سبحانه وتعالى. لا تأخذه عز وجل سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، يدبر الأمر سبحانه وتعالى، ييسر من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ييسره لليسرى. كل أموره ميسرة، كل أموره سهلة، كل أموره مدبرة، كل أموره سهلة. قال ربنا عز وجل في الشق الآخر أو الفريق الآخر، قال عنهم وأما من بخل واستغنى. بخل واستغنى، البخل هو الإنفاق، عفوا البخل هو الإمساك عن الإعطاء، وهو عكس الإعطاء والإنفاق البخل. ونبينا صلى الله عليه وسلم ورد عنه أن الإيمان والبخل لا يجتمعان في قلب مؤمن، أن الإيمان والبخل لا يجتمعان في قلب مؤمن. والله عز وجل قال سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله عز وجل عبر عن ضد الشح، المنفقين هم المفلحون، هم المفلحون رضي الله تعالى عنهم لما تكلم عن الأنصار. قال ربنا عز وجل وكذب بالحسنى، بخل واستغنى وكذب بالحسنى، أي كذب بكل ما أمر الله عز وجل ونهى عنه وكل ما أخبرنا سبحانه وتعالى. قال ربنا فسنيسره للعسرى، أي سنسهل له طريق العسر، سنسهل له طريق الضيق، سنسهل له طريق الضنك، سنسهل له طريق عدم الوصول إلى شيء، سنسهل له طريق الشتات، سنسهل له طريق الفرقة. هذا الذي يمسك ويقتر على دين الله عز وجل، ولا ينفق على عباده، ولا ينفق على دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويكذب فيبشر بأنه
حاله إلى العسرى، أعاذنا الله إياكم منهم. وما يغني عنه ماله إذا تردى، أي وما يغني عنه ماله. فالفطرة الغير سوية تستغني بمالها. الله عز وجل أخبرنا عن رجل وهو قارون، قال إنما أوتيته على علم، استغنى بنفسه وبماله، قال إنما أوتيته على علم، والنهاية فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. الذي يستغني عن الله يستغني الله عنه، ومن وكله إلى نفسه فقد وكل إلى مذمة وخسران. من كان مع الله كان معه كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء. قال ربنا عز وجل إن علينا للهدى، أي إن علينا الهدى وهو التيسير إلى دينه سبحانه وتعالى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. قال ربنا فأنذرتكم نارا تلظى. نارا تلظى، الله ينذرنا من هذه النار، المخلوق الذي خلقه سبحانه وتعالى، والذي يأتي يوم القيامة له شهيق وزفير، ويجرونها الملائكة كما في الحديث الصحيح، ومعها 70,000 زمام، 70,000 حلقة يجرونها الملائكة، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها من عظم هذه النار التي خلقها الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ كثيرا من النار، اللهم إني أعيذك من النار، اللهم إني أستعيذك من النار، اللهم إني أستعيذك من النار. وكما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم من استعاذ من النار 7 مرات في النهار أعاذه الله من النار، كما صححه الألباني رحمة الله تعالى عليه. قال فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، الشقي الذي كتبت عليه الشقاوة، لا يعمل ولا يوفق إلى عمل صالح. قال ربنا الشقي من هو؟ الذي كذب وتولى، أي كذب بكل ما أخبر الله عز وجل عنه، وتولى استغنى. قال ربنا وسيجنبها، من الذي سيجنب النار؟ وسيجنبها الأتقى، الأتقى. والتقوى هي العمل بالتنزيل، والخوف من الجليل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هذا تعريف الإمام علي أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وتعريف آخر التقوى هو العمل كما أخبر به طلق بن حبيب رحمة الله عليه، قال هو العمل على نور الله ابتغاء أجر الله، واجتناب معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله. وكذلك من تعريف التقوى عمر بن الخطاب، تعريف عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه لحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعن الصحابة أجمعين. حذيفة سأل عمر الخطاب ما هي التقوى؟ فقال له عمر أرأيت إن كنت في بستان وبه شوك فما تفعل؟ فقال حذيفة أتجنبه؟ قال كذلك التقوى، وهي أن تجتنب المعاصي وأن تفعل الطاعات قرب منه سبحانه وتعالى. والله عز وجل كذلك أخبرنا في سورة مريم لما تكلم عن الصراط، لما تكلم ربنا عز وجل عن الصراط قال وإن منكم إلا واردها، أي هذه النار كان على ربك حتما مقضيا، ثم قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال ربنا عز وجل الذي يؤتي ماله يتزكى
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يقسم ربنا عز وجل بأنه سيرضى هذا الأتقى. وجمع من المفسرين قالوا بأن هذه الآيات ونهاية سورة الليل أنزلت في صديق هذه الأمة وهو ثاني رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أنزلت فيه هذه الآيات. جعلنا الله إياكم من أهل التقوى ومن أهل طاعته سبحانه وتعالى. فاصل أعزائي المشاهدين ثم نواصل. ورتل القرآن ترتيلا. إريتريا عبي تاريخ زلوة هاجريا بمكران بمسوأة بعوتات زحالفت اسكي نزي عبي تاريخنا جنسلنا نمرأي تاريخ إريتريا أب تحت زبل مدب أب سلام تلفزيون يراخبنا. ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. كنا قد تكلمنا في الحلقات السابقة عن أحكام التجويد وأحكام التلاوة. كنا أتممنا أحكام الميم الساكنة وأتممنا أحكام النون الساكنة وكذلك أحكام النون والميم المشددتين. وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية ولم نتمم الحديث عن أحكام البسملة والاستعاذة في التلاوة. وسنكمل في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل عن أحكام البسملة أو أحكام الاستعاذة والبسملة في تلاوة القرآن الكريم. قلنا قد تكلمنا عن أحكام الاستعاذة والبسملة. وأحكام الاستعاذة والبسملة تتلخص في 3 أمور. الأمر الأول أحكام الاستعاذة والبسملة عند بداية كل سورة. الأمر الثاني أحكام البسملة والاستعاذة بين السورتين. الأمر الثالث أحكام الاستعاذة والبسملة في وسط السورة. وستتناول وسنشرح في كل حالة ما هي الأوجه الصحيحة للقراءة في هذه الحالة. أحكام البسملة والاستعاذة في بداية كل سورة كنا قد تكلمنا لها 4 أوجه، أي 4 حالات. الحالة الأولى وهي قطع الجميع. قطع الجميع ما معناها تقطع كل آية. وعلى سبيل المثال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تسكت، هذا قطع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا قطع الجميع. طيب وصل الجميع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين،
هذا الوجه الثاني وهو وصل الجميع. الوجه الثالث وهو قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، أي قطع الاستعاذة ووصل البسملة مع أول آية من السورة. قطع الاستعاذة ووصل البسملة مع أول السورة. مثاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا الوجه الثالث. الوجه الثالث قطع الاستعاذة ووصل الثاني بالثالث، أي وصل البسملة مع أول السورة. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع وهو وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، أي وصل الاستعاذة بالبسملة وقطع بداية السورة. مثاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذه هي الأوجه التي تكون في بداية السورة. طيب، الموضوع الآخر: إذا ابتدأ القارئ بأول سورة التوبة، من المعلوم أن سورة التوبة لا يبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم، بل شرع لنا أن نستعيذ من الشيطان الرجيم. طيب، كيف تكون إذا ابتدأ القارئ بأول سورة التوبة؟ فيجوز له وجهان، أي له أن يعمل حالتين يختار أحدهما. الوجه الأول الوقف على الاستعاذة وفصلها عن أول السورة بدون بسملة. الوقف على الاستعاذة وفصلها عن أول السورة. مثاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذا الوجه الأول وهو الوقف على الاستعاذة. الوجه الثاني وصل الاستعاذة بأول السورة بدون بسملة. وصل الاستعاذة بأول السورة بدون بسملة. مثاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم. هذين هما الوجهان اللذين يقرآن إذا أراد الإنسان أن يشرع في بداية قراءة سورة التوبة. الحالة الثانية: أما إذا كان القارئ مبتدئا تلاوته بآية من وسط السورة. إذا الإنسان أراد أن يبتدئ الاستعاذة أو البسملة في وسط السورة، هو الآن في وسط السورة، هل يستعيذ أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ فماذا يفعل؟ عند أهل الفن والتخصص وهم أهل التجويد، إذا كان القارئ مبتدئا تلاوته بآية من وسط السورة بما في ذلك سورة التوبة، فله حالتان. الحالة الأولى أن يأتي بالبسملة. يجوز لك إذا كنت في وسط السورة على سبيل المثال، يجوز لك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. هذه آية في وسط السورة، يجوز لك حال الأولى، يجوز لك أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وتقرأ هذه السورة. الحالة الثانية أن تترك
البسملة، يعني أن تستعيذ من الشيطان الرجيم، أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب إذا أردت أن تستعيذ من الشيطان الرجيم كيف تقرأ؟ لها وجهان. الوجه الأول الوقف على الاستعاذة، أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن تصل الاستعاذة بالاستعاذة بالآية التي ستشرع في قراءتها. مثاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا الوجه الثاني. طيب إذا أراد القارئ الحالة الثالثة وهي قراءة كيف يقرأ الإنسان إذا كان في نهاية السورة، أي بين سورتين، بين القراءة بين سورتين. كنت أنت في نهاية سورة من سور القرآن الكريم وأردت أن تبتدئ بالسورة التي تليها أو التي بعدها، فكيف تفعل؟ هل تستعيذ؟ هل تبدأ بالبسملة؟ لهذا في هذه الحالة قراءة أو حكم الاستعاذة والبسملة بين السورتين كذلك له أوجه جائزة ووجه لا يشرع ومنهي مطلقا. الأوجه الجائزة هي 3 أوجه، أي 3 مسموح لك أن تقرأها، أو 3 حالات أو 3 صيغ مسموح لك أن تقرأ بها. الأمر الأول قطع الجميع، مثاله في نهاية سورة، على سبيل المثال في نهاية سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. تريد أن تقرأ سورة الناس، كيف تقرأ؟ في الحالة الأولى قلنا قطع الجميع، نمثلها بين سورة الفلق وبين سورة الناس. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. هذا يسمى قطع الجميع، أن تقف بعد الآية تسكت ثم تقرأ البسملة ثم تسكت ثم تقرأ قل أعوذ برب الناس أو أول آية بعد السورة التي تليها. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وصل الجميع، مثاله ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. وصل الجميع أي أن تقرأها دفعة واحدة بدون توقف. ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. هذا الوجه الثاني الجائز الذي يقرأ في مثل الحالة التي نحن عليها وهي القراءة بين السورتين. الوجه الثالث قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. ما معنى هذا الكلام؟ أي مثاله؟ هل تذكر لنا مثال؟ نعم، معناها أولا قطع الأول أي أنك تقرأ آخر آية في السورة ثم تقف ثم تبدأ بالبسملة وتصلها بأول آية من السورة التي تليها. مثاله في هذه السورة ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، أي تقرأ آخر آية ثم تقف تسكت ثم تشرع ببسم الله الرحمن الرحيم وتصلها بأول آية من السورة التي تليها. هذه الأوجه الجائزة في قراءة
البسملة بين السورتين. أما الوجه الذي لا يشرع تماما ومنهي عنه عند أهل التخصص وهو وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. معنى ولماذا نهي عنه؟ حتى لا يظن القارئ بأن البسملة هي آخر آية من السورة التي قرأها. مثاله: ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تسكت. ماذا يفهم من هذه التلاوة؟ يفهم بأن آخر آية في سورة الفلق هي بسم الله الرحمن الرحيم، والصحيح أنها ليست آية في نهاية سورة الفلق، ولذلك نهي عن هذه القراءة في بين السورتين. ولعلنا نأخذ مشاركة من أحد المشاركات التي في البرنامج. إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبههم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ما شاء الله، بارك الله، أحسنت، بارك الله فيك. لعل يعني نتجنب في تلاوتنا للقرآن السرعة، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يحثنا على عدم الاستعجال. يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والذي يقرأ وهو ماهر به مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ وهو عليه شاق أو وهو يتعتع فله أجران. ولعل نأخذ مشاركة أخرى كذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنزا لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهم ويستخرج كنزهما ذكر رحمة من ربك وما فعلت عن أمره ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أحسنت، بارك الله فيك. لكن لعله يحتاج أن يتعلم القراءة الصحيحة لتلاوة كلام الله عز وجل. وأول المسار هو معرفة الحروف العربية برموزها، وكذلك بعد ذلك ينطلق الإنسان في قراءة صحيحة محققة مجودة. أحسنت، بارك الله فيك، وجعلك الله من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. كنا قد طاف بنا الحديث قبل أن نأخذ مشاركاتكم. قد تبقى مسألة، وهي مسألة كيف القراءة بين سورتي الأنفال والتوبة.
بين سورة الأنفال والتوبة. ولماذا سورة التوبة؟ لأن سورة التوبة لا يشرع فيها البسملة ولكن تشرع فيها الاستعاذة، أي قول أحدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب إذا كان الإنسان في نهاية قراءة سورة الأنفال، إذا كان الإنسان في نهاية سورة الأنفال وأراد أن يقرأ وأن يصل بين آخر آية من سورة الأنفال ببداية سورة التوبة، فكيف يقرأ؟ للعلماء في هذه المسألة 3 أوجه. قالوا الوجه الأول وهو القطع، أي الوقوف على آخر سورة الأنفال بأول الوقوف على آخر سورة الأنفال مع التنفس ثم البدء بأول سورة التوبة. مثاله في آخر آية من سورة الأنفال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم. هذا الوجه وهو القطع مع التنفس. الوجه الثاني قالوا الوصل أي قراءة آخر آية من سورة الأنفال مع الاستعاذة مع أول آية من سورة التوبة. مثاله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله. هذا يسمى الوصل. طيب الوجه الأخير وهو السكت، أي قراءة آخر الأنفال ثم قطع الصوت لمدة قصيرة بدون تنفس ثم البدء بأول سورة التوبة. مثاله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله. هذا المقصود بالسكت. إلى هنا أتممنا جميع أحكام القراءة والاستعاذة والبسملة في تلاوة القرآن الكريم. قلنا قد تكلمنا عن البسملة والاستعاذة في بداية كل سورة، ثم تكلمنا عن الاستعاذة والبسملة بين السورتين، ثم تكلمنا عن الاستعاذة والبسملة أو البسملة في وسط السورة. إلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي حلقتنا، ونذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نذكركم أعزائي المشاهدين بأننا نستقبل تلاواتكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا طيلة مدة البرنامج، أو على حسابات شبكة سلام في حسابات التواصل الاجتماعي. إلى لقاء آخر، أدعكم في حفظ الله ورعايته وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتل القرآن ترتيلا.